السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد وعيد مبارك عليكم يا رب. إيه معانا النهاردة؟ طبعا وصفة العيد. الصبح كوباية الشاي بلبن، كوباية الشاي بعد الصلاة مفيش غنى عنها. البسكوت هنعمله مع بعض بأسهل وأسرع المقادير، وهيطلع زي ما انت شايفة كده بيدوب دوب، وحاجة كده عظمة. هو انتوا بالنسبة لكم لو لونه غامق، انا بحب لونه غامق او بحبه يعني ايه، زي ما بيقولوا محمر او محروق شوية. ده بيديله طعم تاني. بحس بطعم البسكوتة بتبقى مقرقشة ودايبة، مش ناشفة او معضمة. حاجة كده خيال. معانا هنا المقادير بتاعتنا. السمنة بتاعتي كنت حطاها من قبلها بشوية بالتلاجة، وبعدين طلعتها زي ما انت شايفة كده، مش دايبة ومش جامدة. معانا لكل كيلو الا ربع من الدقيق ربع كيلو من السمنة. انا مستخدمة هنا كيلو الا ربع من السمنة. هستخدم عليهم حوالي من 2 وربع ل2 ونص من الدقيق على حسب ما يحتاج معايا. عندي هنا ده كيلو من السكر الباودر. انا عندي سكر عادي خالص، طحنته وبالمنخل بتاعي لحد ما اتأكدت ان هو مفيهوش حبيبات تماما، بالمضرب او بالعجان او بالمضرب الكهرباء بالمتاح معاكي. واحنا ما كانش عند انا يعني ما كانش متاح خالص المضارب دي، كنت بعمله بايدي عند مامتي وفي بيت اهلي والكلام من ده. بس علشان المضارب والحاجه اللي طالعه جديد دي، المضرب بفضل اضرب فيه لحد زي ما انت شايفه كده لونه بينعم تمام، لونه بيتغير، سوري، لونه بيتغير تماما، بيفتحها خالص، وقوامه بينعم تماما، السكر بيختفي، والسمنة بتاعتي بتبقى معايا ناعمة جدا. عندي هنا حطيت له معلقتين كبار من الفانيليا، وعندي هنا استخدمت روايح، حابة تستخدميها براحتك، بتيجي من عند اي عطار. انا استخدمت روح برتقال، وحاجة طالعة جديد كده اسمها روح سمنة بلدي، بس صراحة ملهاش اي 30 لازمة، ولا ادتني السنس حتى ولا اي حاجة. استخدمت على المقدار بتاعي ده حوالي كيس بيكنج باودر، وحاجة بسيطة من التاني، مفيش يعني. الكيس التاني كنت اصلا قبل كده واخده منه قبل كده، وكان في حوالي معلقة. فاحنا عشان تبقي في المضمون استخدمي كيس. تمام. استخدمي كيس بيكنج باودر على المقدار بتاعي، كيلو الا ربع سمنة، 2 وربع دقيق، كيلو سكر باودر. ولو احتاج معانا دقيق كوباية ولا حاجة كمان هيزيد لحد 2 ونص بالكتير، عشان يبقى المقدار بتاعك مظبوط. معايا هنا كمية الدقيق. حابة تعملي مقدار أصغر من ده، قلنا لكل كيلو الا ربع من الدقيق بياخد ربع من السمنة، وهياخد حوالي 300 جرام أو 350 جرام من السكر الباودر. المعيار ده هياخد معلقة بيكنج باودر ومعلقة فانيليا. حابة تضيفي جوز هند، حابة تضيفي بقى عصير برتقان، حابة تضيفي ريحة برتقان، براحتك، مفيش أي مشكلة. تمام. وبرضو هكتب لك المقادير الصغيرة في صندوق الوصف تحت. هنا نخلت كمية الدقيق بتاعتي، مش بعجن زي ما انت شايفة كده، بقلب بإيدي. أنا مش بعجن خالص عشان البسكوت ما يعضمش مني. انا ما بين صوابعي كده بفرك السمنة بالدقيق علشان يمتزجوا مع بعض، وبقلب، مش بعجن، علشان الخطوة دي مهمة جدا، علشان البسكوتة ما تعضمش معايا وتبقى ناشفة. لا، انا عايزة بسكوتة هشة ودايبة. اهم حاجة ما عجنش، انا ما بلتش، ما بعملش عيش. الخطوة دي هتطول شوية، بس بهدوء وبالراحة، مش عايزة اعجن، مش عايزة الت، ما بين صوابعي كده بفرك. وده الحركة دي أنا بستخدمها مع كل النواعم، بتفور وغريبة وكحك وبسكوت وسابليه، كل النواعم بنستخدم معاها الخطوة دي. إن أنا مش بعجن أو بلت، أنا بقلب أو بفرك بين إيدي وبين صوابعي لحد ما الدقيق يمتزج بالسمنة، وبعدين بوقف فورا. طبعا انت لو عندك عجان الخطوات دي كلها هتكون أسهل من كده ومش هتحسي بيها. او في العجان بنضرب السمنة والسكر مع بعض، وبعدين نضيف الروايح بتاعتنا، وبعدين بنحط الدقيق. اول ما الدقيق بيختفي بنوقف العجان فورا. بس احنا بنعمل حاجة في المتناول وحاجة على قدنا.
ولان معظمنا ما عندوش عجان. هبدأ مش هبدأ بس اخلط السمنة بالدقيق لحد ما اوصل للقوام اللي شايفينه ده، وبعدين بوقف عجن فورا. بلم العجينة بتاعتي بغطيها كويس جدا عشان ما تنشفش. العجينة بتكون طرية وناعمة جدا، ما فيهاش اي كتل، ما فيهاش اي كلاكيع، حاجة كده تحفة. بغطيها كويس جدا عشان ما تنشفش. طبعا انا عملته في المكنه مش في قمع او في كيس حلواني، في المكنه، مكنه البسكوت او مفرمه البسكوت زي ما متعارف عند بعضنا. بس للاسف الكاميرا كانت فاصله في الجزء ده، ما جاش. اعملي النقشه المتاحه عندك. لو عايزه تعملي في كيس الحلواني بننعم او بنطري العجينه اكتر من كده شويه علشان تبقى سهله في نزولها من الكيس معايا. بس ده نقدر نقول عليه بسكوت المكان، حاجة كده تحفة ما شاء الله. دايبة دوب واحسن كتير من بره واوفر كتير من بره، وفي الاخر حاجة احنا عاملينها وضامنينها. مفيش احلى ولا اجمل من كده. زي ما انت شايفة يعني بسكوتة واخدة لون وسوا، ما حصلش. بسكوتة هشة من جوه مفرغة، مفيش احلى ولا اجمل من كده. ده بسكوت المكنة بتاعنا، لازم تجربوه. احلى بسكوت ممكن تجربوه ان شاء الله، وتاكلوه مع كوباية الشاي بلبن الصبح بعد صلاة العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك. انا رانيا، ما تنسوش الاشتراك واللايك.